قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب، بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب، بوصل الأهل والأحباب. السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا مازلنا مع تحضيرات رمضان. اليوم جبت لكم وصفة ديول المطلوبة كثير في رمضان، يعني وطلبوا بزاف الوصفة تاع رمضان، والحمد لله يعني الوصفات توعي يعني جربوهم البنات ونجحوا لهم الحمد لله الحمد لله على الثقة اللي داروها فيا. يعني ما كاش اللي ما يعني اللي ما جربتش الوصفة تاعي وما نجحتلهاش تاع ديول. نشكركم من هذا المنبر. نتمنى ان شاء الله تزيدوا تجربوا هذه الوصفة، يعني الاسهل وصفة وتجي روعة روعة البنات، يعني من اروع الوصفات اللي جربتها. كما راكم تشوفوا درتها انايا بدقيق عمور، يعني جربتوا طاني نتيجة روعة روعة. نتمنى ان شاء الله تجربوها. ما تنسونيش برك بلي لايك، وما تنسونيش بلي كومنتير. المحفزة هي اللي راهي تزيد تشجعني البنات باش نزيد نجيب لكم جديد. يعني جربته كيعجبني قلت لي ما لا وعلاه ما نديروش في القناة. نبداو على بركة الله بالمقادير. هنا اول حاجة كما شفتوني البنات انا درت دقيق عمور النوعية الجيدة، وهذاك الرطب يعني يكون الناعم. هذاك درت 2 كيسان يكونوا معمرين مليح. نتوما البول اللي حبيتو اللي حبيت تجربوا دير بفنجان صغير تجربوا معليش، المهم يعطيكم نتيجة وتنجحوا فيه ان شاء الله باذن الله، حتى تقدروا ديروه مشروع يعني مربح باذن الله للبنات اللي راهم حابين يديروا مشاريع. كيما شفتوني هنا البنات واش درت 2 كيسان تاع الدقيق هذا الناعم، درت نص كاس تاع الفرينه، ودرت له 3 مغارف تاع الزيت، ودرت له الملح اكيد لازم يكون الملح. هنايا درت له 2 كيسان تاع الماء كيما شفتوني. هنا شديت انايا الباطوغ وبديت يعني باش يوسي لي هذاك السميد هذاك، يعني باش يذوب لنا مليح السميد هذاك. على ما حبيتش نديروه بالملعقه، هنايا درتو بالباطوغ. وهنا تقدروا ديروه بالاشوار، تقدروا ديروه بالروبو، يعني اي حاجه عندكم ما تقيدوش البنات، حاجه اللي عندكم باش يعني يذوب هذاك السميد اللي شتوني. هنا علاش لو كان ديروه يعني بالمغرف البنات يدي لكم وقت طويل، على هذه اللي انا درته هنايا بالباطوغ باش ما داليش وقت طويل. كيما راكم تشوفوا لي البنات انايا ضربت هنا واحد ال5 دقائق وانا نحرك فيه حتى ذاب لي مليح. كيما راكم تشوفوا شوفوا البنات هنايا انا راه كان جاني خاثر البنات. شوفوا البنات هنا جاني خاثر كيما راكم تشوفوا. انا واش ديت البنات هنايا يعني حركته مليح كيما شفتوا، من بعد غطيته وخليته ريح البنات. من الاحسن يعني نعطيكم نصيحة، من الاحسن خلوه يبات ولا ديروه الصباح وخدموه العشية. انا خدمته الصباح، انا راني معاكم الصباح. هنا قبل ما بديت ندير الفطور درته كانت حوالي 9:30 ولا 10. هنا درته البنات ودرته في الثلاجة، غطيته وخليته هنايا حتى كانت حوالي الساعة 6 ليلا، يعني العشية 6 تاع العشية باش بديت نخدمه. يعني هيتو كيما راكم تشوفوا. هنايا للأمانة انا جبدته البنات وزدت له كاس تاع الماء. سمعوا مليح يعني النصيحة اللي نعطيكم، انا جبدته وزدت له ما صورتش معاكم، المهم جبدته يعني لقيته خاثر، عاودت زدت له كاس تاع الماء يعني ولاو لي 3 كيسان. سمعوني مليح البنات ماشي من بعد ما ننجح لكمش تقولوا ما تعطيناش الوصفة. قلت لكم انا جبدته خليته واحد 4 سوايع في الثلاجة، جبدته زدت له كاس تاع الماء سخون كان سخون
ومن بعد حركته، عاودت غطيته، عاودت وليت ليه كانت الساعة 6 هناك بديت نخدم فيه. هنا ثاني البنات شوفوا البانسو لازم يكون نوعية جيدة كما شفتوني. هذا البانسو أنا شريته، يعني تشروه تلقاوه عند اللي يبيع لوازم يعني لوازم الحلويات ولا عند الكانكيري. جيبوه تاع صبيغة يعني لي يصبغوا به، ما تجيبوش البنات هذاك اللي كنا نخدموا به زمان. انا هذاك يعني يخدم لكم خطرة ولا زوج وترموه ماشي مليح. بصح هذا شوفوا ما شاء الله يعني روعة روعة. جيبوا بانسو تاع صبيغة يكون خشين ويكون نوعية الجيدة. ان شاء الله تكونوا فهمتوني البنات. هنا كيما راكم تشوفوا انا هنا راني ندير راني سخنت درت الزيت كما شفتوني في المقله، مسحتها مليح، مسحوها مليح البنات. ديروا قطره تاع الزيت المقله الا ما كانتش تلصق ما تخافوهاش. يعني النتيجه تعطيكم روعه، تخرج لكم نتيجه روعه كما راكم تشوفوا. انا بديت ندير هنا يعني غير تسخن المقله نحيها تكون نار قليله كما راكم تشوفوا البنات. نبدا نخدم فيه، شوفوا النتيجه يعني راني ما نحيت حتى حاجه قدامكم. هنايا هذاك اللي فضل لنا تاع يعني البقايا تاع واسمو العجينه نحوه. يعني ديما نمسحوا المقله كل ما نخدموا وحده نمسحوا المقله مليح ونبداو نخدموا. شوفوا البنات النتيجه كيفاش عطاها لي روعه، وتسلكوها ليه لي سورتو الا كانت وحده تعاونكم البنات. وهنا ثاني ديك ننصحكم انا درت فوق الكويزينيير، نتوما الا قدرتوا ديروا فوق الطابونه من الاحسن. يعني انا باش نوريكم برك باش نصور بصح من الاحسن البنات انايا يعني كن يخلص لي هذه يعني يخلصوا الديول هذا اللي شتوني يعني كي يخلصني نعاود ندير فوق الطابونه. ما نديرش انايا فوق لاكويزينيير خاطرش تشد اليد وثاني تعياو البنات بالوقفيه. اذا كانت كميه كبيره تعياو. هذه يعني هنا برك كي راني نصور لي وريت لكم. انا درتو كاع فوق لاكويزينيير بصح نتوما من الاحسن ديروا فوق الطابونه اللي عندها الطابونه من الاحسن. ثاني البنات باش ما تبقاوش تجبدوا السني ولا كيما راكم تشوفوا البقله انا راني نجبد الطروف باش يطيبوا لي. هي من الاحسن كي ديروا في الطابونه تشعلوا في 3 الفرنو يعني يطيبوا لكم كاع مع طروف، ما تبقاوش تجبدوا المقله منه من. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. كيما راكم تشوفوا نتيجه رائعه ومرضيه باذن الله. ان شاء الله زيدوا تجربوا وتكتبوا لي في لي كومونتير لما لا. جربوا البنات اللي بغى فنجان تاع القهوه بالفنجان تاع القهوه جربوا وما تفشلوش. ما تقولوش من اول نتيجه، ديما نقول لكم فيديو تاعي ما تفشلوش. شوفوا النتيجه روعه. انا جربت شحال من الوصفه وطاتني نتيجه. يعني الوصفه اللي نجحت لي نديرها معكم، اللي ما نجحت ليش ما نديرهاش معكم. شوفوا البنات كيفاش خرج لي روعه. ميم البانسو هذاك عاوني بزاف والعجينه جات روعه روعه كيما قلت لكم. من الاحسن ديروها في الليل والصباح نوضوا ليها. زيدوا له هذاك الكاس تاع الماء اللي قلت لكم، يعني انا دات لي 3 كيسان معمرين. وقلت لكم ديروهم سخون الماء يكون فاتر باش يعطيكم النتيجه ديك الحبه تاع يعني تاع الدقيق تاعنا الطيب. شوفوا البنات كيفاش جا روعة جا ما شاء الله. شوفوا البنات يعني من اروع يعني الوصفات اللي جربت. شوفوا هنايا كيفاش راني ندير له ما تقطع ما قال يا راسي. هاي لك البنات كي يكون سميد رقيق ينجح لكم لما لا وتوجدوه. خرج لي كميه كبيره. شتو انا درت بهذاك الكاس تاع 220 ملي خرج لي كميه ما شاء الله الله يبارك. وقسمته البنات يعني قسمته شحال من الخطره ندير منه. ان شاء الله نكون لحقت لكم يعني المعلومة. واي استفسار البنات خلوا لي في التعليقات نجاوبكم باذن الله. ما كاش الحال يعني وحده كتبت لي وما جاوبتهاش. خلوا لي البنات في التعليقات. بارك الله فيكم ونشكركم من هذا المنبر. يعني الوصفه تاع ديول تاعي ما كاش اللي ما جرباتوش وما نجح لهاش. يعني شحال من الوصفه راني دايره في القناه، راني دايره اكثر من 6 ولا 7 وصفات تاع ديول ونجح لهم ويعني جربوه البنات ونجح لهم. هاي لك النتيجه. هنا كملتوا البنات كما راكم تشوفوا كملتوا طاني شحال من الوحده. ويعني البنات ولا تقطعت لكم وحده ولا زوج معليش ما تفشلوش. ديول راه غالي البنات راه غالي راه يعني وحده في رمضان تشريه كل يوم. الا كانوا عندكم عائله يعني العائله تكون كبيره شحال حين ديروا به هو المالح والحلو يعني ما تقدوش البنات. الله يكون في العون والله الله يكون في العون يعني
الواحد ما يقدرش يشري كلش، راه الغلا راهي النار تشعل. هذه ديول وحده المرأة تكون يعني قافزة وتكون شاطرة تعاون راجلها في الدار، لما لا، ولا تقدر ديرو حتى مشروع، ولا ما قدرش دير مشروع دير حتى لدارها لولادها في الدار، تنقص على المصروف يعني لجيب راجلها. هذه ان شاء الله تكونوا فهمتونيها. ولك البنات شوفوا كيفاش قسمتهم، عمرتهم في الاكياس وخبيتهم هنا كي قريب يعني باش تعمروهم تجبدوهم واحد نص ساعة يكون واجد معكم بإذن الله. لحقنا لآخر فيديو. نتمنى إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة. ما تنسونيش البنات بالإعجاب، ونتمنى إن شاء الله تبارطاجوا هذا الفيديو باش يلحق الأكبر عدد. يعني واللايك البنات، اللايك هو اللي يطلع لي الفيديو. بارك الله فيكم. وآخر كلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو المقبل بإذن الله.